يا مساء الورد، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القطايف البيتي. من اول العجينه بتاعتها لغايه الحشوات. طبعا حشوات القطايف كتير قوي، احنا النهارده هنعملها بحشوه حادقه. شايفين بقى القرمشه بتاعتها؟ بجد اجمل بكتير من الجاهزه، وكمان كلها مقفوله معاكي حلوه قوي، مش مشققه ولا بتفتح منك وانتي بتحمريها في الزيت. طازه من على النار على الحشو على طول. النهارده هنحشيها بحشوة اللحمة المفرومة. طبعا القطايف ممكن جدا ان احنا نحشيها بحشوات كتير، جبن، مكسرات، لو هنعملها مسكرة، نوتيلا، حاجات كتيرة جدا، بس انا النهارده اخترت اعملها معاكم باللحمة المفرومة. هنا بقى انا عندي كوبايتين، كوباية ونص دقيق، عليها ربع كوباية دقيق سميد او الدقيق السيمولينا، وهنزل عليهم كمان بنص معلقة خميرة، كل دي معالق معيارية، ومعلقة سكر، وربع معلقة بيكنج صودا او اللي هي كربونات الصوديوم، اللي هي البيكربونات، وبعدين عندي كمان ربع معلقة بيكنج باودر. كل المقادير دي مظبوطة جدا، يعني اعمليها بالمقادير دي هتطلع معاكي كمية مظبوطة بالظبط، بس هتبقى كمية قليلة شوية، انا مش عاملة كمية كبيرة، مش عاملة كيلو مثلا. وطبعا ذرة الملح بتاعتنا. هنقلب بقى كل المواد الجافة دي مع بعض، وهننزل عليهم بكوبايتين مية دافيين. اهم حاجة ان المية تكون دافية او فترة خالص، وهنقلبهم. انا قلبت الاول بالمضرب اليدوي، طبعا تقدري تحطيها في الخلاط، وبعدين كملت بالهاند بلندر. لو عايزه تحطيها في الخلاط على طول مفيش مشكله، بس انا حبيت اعملها معاكم بره بحيث ان انا اوريكم ان هي مش محتاجه كمان خلاط ولا هاند بلندر، هي كانت اتضربت كويس من، يعني ممكن بالمضرب اليدوي تضربيها كويس جدا، مش هتحتاجي اي حاجه. وهسيبها بقى، هغطيها بستريتش وهسيبها تخمر من 10 دقايق لربع ساعه. هنا بقى كانت خمرت معايا. انا جبت دورق كده عشان انزل فيه الخليط بتاعي، يكون سهل عليا ان انا اسويه على النار، بس انا حبيت الاول برضو اصفيها زيادة التأكيد ان مفيش فيها اي حاجة ولا اي كلاكيع ولا اي حاجة في الدقيق. بس هي فعلا نزلت متصفية حلو جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص، يعني ما كانتش محتاجة كمان ان هي تتصفى. في النار بقى، طاسة على النار، اهم حاجة ان الطاسة اللي معاكي دي تكون نون ستيك غير لاصقة، اهم حاجة. وهتنزلي بيه الكمية اللي انتي تحبيها. عايزة بقى تعمليها حجم كبير، تعمليها عصافيري، زي ما انتي تحبي. انا عملتها حجم متوسط بحيث ان انا هعملها حادقة. انا هنا بوريكي ازاي هي بتستوي، ده هي كده استوت، شايفة من فوق عاملة بابلز كده، ومن تحت واخدة لون ذهبي فاتح. بس ده مكان صباعي عمل فيه عشان هي كانت لسه طرية، لكن هي فعلا تحفة جدا. شايفة؟ انا بوريكي واحدة كمان، مجرد ما بتنشف من فوق بتلاقيها طلعت من الطاسة على طول، مش محتاجة اي حاجة، مش محتاجة حتى اسباتيولا، هي تلاقيها طلعت لوحدها. اهم حاجة ان الطاسة تكون غير لاصقة. النار بتاعتنا بتكون متوسطة، الاول تكون الطاسة سخنة جدا في اول واحدة، وبعدين بتهدي بقى النار وانتي بتسويها، تكون نار متوسطة او تحت المتوسط بشوية كمان. وبعدين بنطلعها على طبق عليه فوطة مطبخ نظيفة، وبنغطيها بيه. اهم حاجة ان القطايف لازم تتغطى كويس جدا عشان تطرى معاكي، والا هتبقى ناشفة معاكي وهتبوظ. فاهم حاجة؟ طول ما هي القطايف سخنة لازم تبقى متغطية، ضروري جدا طول ما القطايف سخنة معاكي تغطيها. هنا بقى هنبدأ بقى نجيب الحشوة بتاعتنا. انا حشيتها هنا لحمة مفرومة، وحطيت على اللحمة المفرومة شوية من الجبنة هنا بقى الشيدر. هبدأ احشي معاكم القطايف. انا حشيتها لحمة مفرومة، وحطيت على اللحمة المفرومة شوية من الجبنة الشيدر. ممكن طبعا تحطي جبنة موتزاريلا، تحطي ميكس جبن، تعمليها مقاس صغير شوية، وتعمليها عصافيري مثلا مسكرة، يعني بالمكسرات او بالنوتيلا او بالقشطة زي ما تحبي. القطايف ليها حشوات كتيرة جدا ما بتخلص. انا هنا بوريكم، انا كنت بقفلها زي بكل سهولة، ما بتشققش معايا، ما بتفتحش، ما فيش حشوة منها بتقع، انا بس بغطيها لانها كانت لسه سخنة، ما بتفتحش معاكي. في الزيت كانت مظبوطة جدا، انا حمرتها بالزيت، تقدري كمان تحمريها ترشيها رشة زيت كده وتدخليها الاير فراير، هتبقى برضو كويسة معاكي، مش هتنشف ولا حاجة. بجد القطايف البيتي احلى بكتير واجمل من القطايف اللي بتجيبيها جاهزة.
انا بعد كده بقى هقفلها كويس كلها الكمية كلها وهحمرها في الزيت. انا بوريكي هنا ازاي هي مش مشققة وناعمة جدا. انا ساعات كتير لما بجيبها جاهزة، لما بجيب العجينة جاهزة من المخبز او من اي حد بتاع قطايف وكنافة وكده، ساعات كتير بتبقى مش طازة وبتفتح معايا وانا بحشيها وبتبوظ يعني بجد. انا عاجبني جدا ان احنا نعملها في البيت، ومقتنعة ان احنا نعمل خطوة زيادة او ما نشتريهاش جاهزة، مقابل ان انتي هتعملي حاجة نظيفة وحاجة مظبوطة وطازة معاكي في نفس الوقت، عارفة انتي عاملاها امتى وعاملاها ازاي. يا ريت فعلا تجربوها، جميلة جدا جدا الحشوة، الطريقة بتاعت العجينة دي ومقاديرها مظبوطة جدا. انا بقى حمرتها في الزيت وشكلها بقى لما طلع مقرمشة جدا. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم، ولايك وسبسكرايب للقناة.